من ساعة ما وافق مجلس النواب على قانون الإيجار القديم والناس بتسأل كل يوم عن ميعاد تنفيذ القانون ده، وفي ناس بتقول طالما مجلس النواب وافق يبقى القانون هيتنفذ بعد مرور 30 يوم من تاريخ موافقة المجلس. لكن أنا عايز أقول للناس دي الكلام ده مش مظبوط، لأن المادة 123 من الدستور بتدي الحق الرئيس الجمهورية في مراجعة القانون خلال 30 يوم من تاريخ إعلامه بيه. وخد بالك من كلمة تاريخ إعلامه بيه، يعني ال30 يوم دولت بيبدأوا من تاريخ إعلام رئيس الجمهورية، يعني وصول القانون عند رئيس الجمهورية على مكتبه، وليس من تاريخ موافقة المجلس. بمعنى ان مرور 30 يوم على موافقة المجلس مش معناها ان القانون هيدخل في محل التنفيذ، وعشان يتنفذ القانون ده لازم موافقة رئيس الجمهورية عليه. ده وفقا للمادة 123 من الدستور اللي بتدي الحق الرئيس الجمهورية الاعتراض على القانون خلال 30 يوم من تاريخ إعلامه بالقانون. وإذا اعترض السيد رئيس الجمهورية على القانون يتم رد القانون مرة أخرى للمجلس. طب السؤال هنا بيقول إيه هو وضع القانون في الوقت الحالي؟ هل القانون ده توافق عليه ولا اترفض؟ هقول لك إن القانون ده لا يزال في مرحلة الإبلاغ لرئيس الجمهورية، وإذا تم إبلاغ القانون لرئيس الجمهورية نبدأ نعد 30 يوم، وخلال المدة دي لو رئيس الجمهورية ما ردش على المجلس بيعتبر إن القانون ده تم الموافقة عليه، وإذا ردوا للمجلس خلال ال30 يوم يبقى رئيس الجمهورية اعترض على القانون ده، وبكده يبقى على المجلس إعادة مناقشته مرة أخرى. خلاص عرفنا وضع القانون إنه لا يزال في مرحلة الإبلاغ لرئيس الجمهورية، يعني بالعربي القانون لسه ما توافقش عليه. وطالما أنا قلت لك المعلومة دي فما تنساش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وسلام.